دايما بنحن لأيام زمان، أيام البال الرايق والحياة البسيطة بكل تفاصيلها، وبنحاول من وقت للتاني نرجع نفتكر ذكريات حلوة. بس المرة دي مش هنرجع لوحدنا، لا، هنرجع كلنا راجعين. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين. راجعين إعداد الكاتب الصحفي وسام سعيد، هندسة صوتية محمد الجرواني. راجعين مع المخرج عمرو عبدو دياب. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا، مساء مصر الجميلة، مصر زمان والنوستالجيا الحلوة. بكون معاكم دعاء عبد الملك وراجعين. حقيقي إن أيام رمضان هي أجمل أيام السنة، لكن زي أي حاجة حلوة بتبدأ وبعدين بتخلص وتنتهي، ونودعها بالخير ونرجع نلاقيها السنة الجاية بالخير. وبالذات في الأسبوع الأخراني من رمضان بيكون الناس صعبانة عليها إن الشهر يخلص، وقرب الناس من بعضها وحالة الونس الجميلة طول 30 يوم بتخلي الواحد خايف الشهر يخلص. دم البدري بجري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر. النهاردة ضيفنا الجميل للأسف قرب يمشي، على أمل يزورنا تاني وتالت وعاشر وينعاد كل سنة علينا بالخير أجمعين. لكن اللي بسطنا شوية ومحسسنا إننا لسه في أجواء الفرحة إن كمان كام يوم هنهني بعض بالعيد اللي جيلنا بيعتبره أهم وأقوى ذكريات ما تتنسيش، وله معاه حكايات وحكايات، من أول فطار ليلة العيد والتطبيق ومواصلة الصحيان لحد صلاة العيد وسعدنا بيها والكحك والشاي باللبن والعيديات. ليلة العيد والعيد الصغير في قاموس النوستالجيا المصرية باب كبير وفصل مهم جداً، لدرجة إن جيل الثمانينات والتسعينات ذكرياتهم واحدة في ليلة العيد. فمثلاً مين يقدر ينسى أغنية صفاء أبو السعود اللي واخدة لقب الأغنية الأشهر والأكثر خلوداً في تاريخ كل أغاني العيد في العالم العربي كله، لأن من يوم ما طلعت نسختها الأولى سنة 79 وكتبها الرائع عبد الوهاب محمد ولحنها الملحن المبهج والموسيقار العبقري جمال سلامة، وهي محفورة في مسامع وقلوب كل الأجيال، حتى الأجيال الجديدة وأطفال 2020 بيفرحوا لما يسمعوها. الأغنية دي اتصورت في 15 يوم ما بين حديقة الأورمان وحديقة الحيوان بكمية أطفال كبيرة سيطر عليهم المخرج الكبير شكري أبو عميرة، وطلع لنا التحفة الفنية دي علشان تفضل جزء من تفاصيلنا وذكرياتنا عن كل لحظة في العيد، ويفضل سعدنا بيها اللي حير أجيال هو كمان اسم بنردده كل عيد حتى بعد ما فهمنا معنى الكلمة وقسمناها 2، سعدنا بيها. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. نيجي بقى لذكريات ليلة العيد في كل بيت مصري زمان اللي بتسجلها أغنية أم كلثوم الجميلة يا ليلة العيد أنستينا، لدرجة إن كل ست بيت كانت بتشغلها على راديو المطبخ طول الوقت وهي واقفة بتحضر فطار آخر يوم رمضان، واللي غالباً بيكون عزومة كبيرة بتتجمع فيها العيلة والأهل والقرايب. وقبلها بكام يوم بتكون الأم استلمت صاجات كحك العيد من الفرن اللي قعدت عجنتها ونقشتها في البيت عادي جداً. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد. وكل العيلة كانت بتشترك في حفلة نقش الكحك وقعدته اللي بتحلى في آخر أيام رمضان، وكله بيتقسم عليه الشغل. ساعتها كنا بنبقى طايرين من الفرحة وإحنا مستنيين الجدود والخالات والعمات ساعة فطار آخر يوم
علشان يدونا العيديات، وبمجرد ما المغرب بيأذن والصايمين بيفطروا كان بيبدأ مهرجان العيد. والعيديات اللي كنا بناخدها زمان كانت بتعمل حاجات كتير، كنا بنشتري بيها حلويات وشوكولاتات والبان ومصاصات وكمان لعب ومسدسات، وأشهر مسدسات العيد كانت مسدسات المية، وكنا بنجيب جنينة الحيوانات البلاستيك وحزام الضباط اللي فيه رصاص، وكمان كان بيتبقى فلوس من العيدية. ومستحيل طبعا حد فينا يفكر ينام، لأن السهر لحد الصبح وإحنا بنستنى صلاة العيد كان طقس ثابت من طقوسه. نيجي بقى لأجمل حاجة في الليلة دي، وهي لبس العيد اللي كان بيبقى مفاجأة من الأم والأب، وكان بيبقى طقم كامل وندخل نتفاجئ بيه محطوط على السرير قبل الصلاة. وبعد مهرجان الفرحة الكبير ده بنكون لسه ما بدأناش، لأن العيد الحقيقي بيبدأ مع صلاة العيد ونزولنا مستحميين ولابسين وشايلين البلالين مع كل العيلة. ولحد دلوقتي صوت تكبيرات العيد جزء مهم من ذكرياتنا، وعلى أيامنا اللي كانت تفوته صلاة العيد ويروح عليه نومة يحس إن العيد ناقص ويحاول يعوضها السنة اللي جاية. بعد الصلاة بقى بننطلق مع أصحابنا ونخرج في الجناين والنوادي، وكان في خروجة مشهورة أيام جيلنا وهي ملاهي السندباد في مصر الجديدة وملاهي كوكي بارك، يا إما ندخل سينما ونتعشى شاورما لحمة. وقبل الخروجات دي طبعاً كان لازم في لفة محترمة لقرايبنا علشان نعيد عليهم. حاجات بسيطة لكن كانت بتفرح. وعيد سعيد عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ونتقابل في حلقة جديدة وراجعين. دعاء عبد الملك. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين.